ليك وحشة يا صديقي. معانا النهاردة ملخص جامد جدا. مجموعة من الناس دخلوا السوبر ماركت يشتروا طلبات، فجأة ضباب مرعب غطى المكان واللي بيطلع بره بيموت. الرعب الحقيقي مش في الوحوش اللي مستنياهم بره في الضباب، الرعب في الجنان اللي هيحصل بين الناس جوه في المكان لما يفقدوا الأمل. يا ترى ايه اللي هيحصل في الملخص بتاعنا؟ بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل ملخص احنا بننزله. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع بطلنا ديفيد، فنان شاطر وقاعد في أوضة الرسم بتاعته بيرسم لوح ومشغل أغاني والدنيا هادية ومزاجه زي الفل. وفجأة الجو بره قلب بقى مطر وبرق ورعد، وبتهب عاصفة رعدية بتكسر الشجر وبتبهدل الدنيا. وديفيد بياخد ابنه الصغير بيلي ومراته ستيفاني وبينزلوا يستخبوا في الأبو اللي تحت البيت لحد ما العاصفة تخلص. تاني يوم الصبح ديفيد بيطلع يشوف المصيبة اللي حصلت فوق، بيلاقي شجرة وقعت وكسرت شباك أوضة الرسم وبوظت الرسمة اللي كان محتاس فيها بقاله شهور. وطبعا كان متضايق، بص ناحيه البحيره لقى ضباب تقيل وغريب كانها شبوره جايه عليهم من بعيد. وديفيد بيقرر يروح المدينه يشتري طلبات عشان يصلح الحاجه اللي اتبهدلت، وبياخد معاه ابنه بيلي. لكن قبل ما بيتحركوا بيروح يطمن على جارهم برين، وده محامي بس رخم حبتين وعلاقتهم مش ولا بد بسبب خناقه قديمه. وبيعرض عليه يجي معاهم عشان لو محتاج حاجه، وبيوافق طبعا. بيوصلوا السوبر ماركت والمكان زحمه جدا لان الكهرباء قطع في كل حته والناس كلها بتخزن اكل. وهم واقفين في الطابور بنشوف السيده كرمودي، ودي بقى حكايتها حكايه معانا يا صديقي في الفيلم ده، وعماله تقول للناس ده غضب من ربنا عليكم، بس محدش بيهتم بكلامها. صاحبنا ديفيد بيجيب الطلبات لكن بيلاحظ ان الشرطه ملت المكان وبقت في كل حته. فجاه بنسمع صفارات الانذار بتاعه الدفاع المدني، وبيدخل عليهم واحد وشه كله دم ومرعوب وعمال يصرخ وبيقول في حاجه في الضباب ما تطلعوش بره، الضباب في حاجه خطفت صاحب. الناس اتسرعت وقفلت الابواب في ثانيه. بعدها الناس بتبص بره بتلاقي الضباب التقيل ده غطى المكان كله في ثواني لدرجه انك ما تشوفش كف ايدك. وهنا بيحصل زي زلزال في المكان وكل حاجه بتقع على الارض. ده ايه اليوم الابيض ده بقى؟ واحده من اللي موجودين بتقوم تصرخ وبتقول انا سايبه ولادي لوحدهم في البيت وعايزه تطلع، وبتطلب من اي حد يساعدها ويطلع معاها. بس الكل بيخاف ويرفض طبعا، وكل واحد بيقول يلا نفسي يا صديقي. فبتقول لهم يا رب تولعوا كلكم، وبتطلع في الضباب لوحدها والكل بيراقبها من ورا الازاز لحد ما بتختفي خالص وصوتها بينقطع. ديفيد بياخد ابنه بعيد عن اللي موجودين وبيحاول يهديه، بس الواد بيعيط وبيقول له انا عايز ماما، احنا سايبينها لوحدها. بعدها ديفيد بيسمع صوت خبط غريب جاي من ناحيه باب المستودع اللي ورا، فبيروح معاه كام واحد، منهم واحد شغال في المحل اسمه نورم عشان يشوفوا فيه ايه. ديفيد بيحس ان في حاجه بتزق الباب من بره بقوه مرعبه، وبيقول لهم محدش يفتح الباب ده. بس العيال الصيع اللي شغالين في المحل ما بيصدقوش وبيفتكروا ان في حد محبوس ومحتاج مساعده. واول ما بيفتحوا الباب بتدخل مجسات رجول الاخطبوط بس عليها شوك، وبتمسك الواد نورم وبتبدا تقطعه وتسحبه لبره في الضباب. لكن بيحاول ديفيد واللي معاه يساعده بس ما بيقدروش للاسف، والواد بيصوت لحد ما صوته بيختفي. ما احنا قلنا من الاول ما تفتحوش الباب. ديفيد والرجاله بيقفلوا الباب بسرعه وهم مش مصدقين اللي شافوه. بعدها بيرجع ديفيد للناس اللي جوه السوبر ماركت وبيحكي له، بس المحامي ده بيقعد يضحك عليه ويقول له انت اكيد اتجننت، ادي اخره اللي يعمل معروف يعني، كان سابه في البيت ولا رايح دماغنا منه. وبيقول له مفيش وحوش ولا الكلام ده. وهنا الست كرمودي بتطلع تتنطط بقى وبتكلم الناس وتقول لهم دي نهايه العالم وان خلاص قولوا على الدنيا السلام. الناس بتتعصب منها وتقول لها بطلي تخريف يا حاجه انت. هنا برنت بياخد شويه ناس مصدقين وبيقرروا يطلعوا لبره، وديفيد بيحاول يمنعهم بس مفيش فايده. واحد منهم بيتربط بحبل من وسطه عشان لو حصل له حاجه يشدوه. يبقى خلي الحبل ينفعك بقى. واول ما بيدخل الضباب الحبل بيتشد بقوه وبيسحبوه بصعوبه، بيلاقوا نص الراجل هو اللي راجع يا نهار ابيض. وهنا كل الناس بقت مرعوبه وبتصوت. الليل بيدخل والناس بتبدأ تتأكد إن الموضوع جد. فجأة حشرات عملاقة وشكلها مقرف بتبدأ تهجم على إزاز المحل، ووراها طيور غريبة جاية تاكل الحشرات دي. الإزاز بيبدأ يتكسر والوحوش بتدخل جوه السوبر ماركت. تحصل معركة جامدة جوه المحل، الناس بتضرب بمقشات مولعة وبأي حاجة قدامها. وبنشوف ديفيد وهو مولع في الوحوش، واحد من الزباين بيتحرق بالدخان وناس بتموت من قرصات الحشرات السامة. هنا الناس بتحس إن كلام الست كرمودي حقيقي وبتبدأ تسيطر على عقول الناس ضعيف، وبتقول لهم لازم نضحي بحد عشان الضباب ده يروح. والناس من كتر الخوف بيبداوا يمشوا وراه. هنا ديفيد لقى ان في ناس كتير مصابه ومحروقه ومحتاجين مضادات حيويه وشاش وادويه ضروريه والا هيموتوا من التلوث. فاقترح انهم يروحوا الصيدليه اللي في نفس المول بس هي في مبنى منفصل شويه. ديفيد جمع شويه ناس من الرجاله اللي قلبهم ميت وجهزوا نفسهم باسلحه بسيطه، شويه مقشات وكشافات، واللي هيقابله هيديله بالكشاف. وربطوا نفسهم بحبال برضه عشان ما يتوهوش في الضباب اللي مش شايفين فيه كف ايديهم. واول ما دخلوا الصيدليه الجو كان هادي هدوء مريب، والرفوف واقعه والادويه في كل حته. ديفيد والرجاله بداوا يلموا الادويه بسرعه وهم خايفين من خيالهم. وفجاه واحد منهم لقى خيوط
بيضة غريبة ومالية الحيطان والسقف، شكلها زي خيوط العنكبوت بس أضخم وأقوى بكتير. وهم ماشيين شافوا جثث لجنود من الجيش متكتفين بالخيوط دي ومتعلقين على الحيطان. واحد من الجنود كان لسه فيه الروح، ولما قربوا منه عشان ينقذوه الجندي بدأ يصرخ بوجع رهيب ويقول لهم أنا آسف، كانت غلطتي. هي ايه بقى؟ وفجأة جسم الجندي بدأ يتفتح ويطلع منه مئات العناكب الصغيرة السامة، وبدأت تهجم على كل اللي واقفين. العناكب دي ما كانتش صغيرة وبس، دي كانت بتبخ حمض بيحرق الجلد وبيشل الحركة. وبدأت المعركة، الرجالة بقوا يضربوا يمين وشمال، واحدة فوق وواحدة تحت ومكان ما يوجعك خد. وواحد من الرجالة اتفتحت دماغه، وواحد تاني العناكب كلت وشه. ديفيد والرجالة اللي فضلوا عايشين جريوا بأقصى سرعتهم وهم شايلين اللي قدروا عليه من الأدوية، والوحوش وراهم بتجري في الضباب لحد ما وصلوا لباب السوبر ماركت. الناس اللي جوه فتحوا ليهم بسرعة ودخلوهم هما بينهجوا ودموعهم نازلة على زمايلهم اللي راحوا في المهمة دي. الموضوع ده هو اللي خلى الست كرمودي صوتها يعلى أكتر، وبدأت تستخدم اللي حصل ده عشان تقنع الناس إن ربنا غضبان عليهم وإنهم لازم يقدموا قربان. ومن هنا بدأت الفتنة والجنون. ديفيد بيكتشف إن في 3 عساكر شباب كانوا موجودين في المحل، 2 منهم انتحروا من الرعب، والتالت اسمه واين بيعترف إنهم كانوا بيعملوا مشروع سري في الجبل اللي جنبهم. كانوا بيحاولوا يفتحوا بوابة لبعد تاني، والظاهر ان البوابة اتفتحت والوحوش دي دخلت منها. الناس لما بتعرف الست كرمودي بتقومهم على العسكري الغلبان وبيعتبروه هو السبب، وبيسحبوه وبيخلصوا عليه ويرموه بره السوبر ماركت عشان الوحوش تاكله. وديفيد واقف مش قادر يعمل حاجه قدام جنون الناس دي. ما خلاص بقى يا صديقي، هيعمل ايه؟ مشي ورا الست. وصاحبنا ديفيد بيقرر انه لازم يهرب هو وابنه وشويه ناس واعيه قبل ما كرمودي يضحي بيهم هم كمان. بيحاولوا يوصلوا لعربيه ديفيد اللي في الجراج، وهم خارجين كرمودي بتقف قدامهم وبتحرض الناس تقتلهم، بس بيكون معاهم واحد كان شغال في المحل وده كان ناس قديم، بيطلع مسدسه وبيديها رصاصه في نص دماغها وبيخلصنا من شرها. دي وليه شرانيه. بيخرجوا من الباب وبيدخلوا في الضباب وبيجروا ناحيه العربيه، وفي الطريق وحوش عملاقه بتهجم عليهم وبتاكل الراجل اللي خلصنا من كرمودي وناس تانية. بس بيفضل ديفيد وابنه وواحد اسمه دان والست العجوزه اللي اسمها ايرين، وبيقدروا يركبوا العربيه ويمشوا بهدوء جدا. ديفيد بيفضل سايق وسط الضباب، بيعدي على بيته بيلاقي مراته ميته ومتعلقه في خيوط عنكبوت عملاق، بيفضل يعيط. وبيفضلوا ماشيين لحد ما البنزين بتاع العربيه بيخلص منهم في نص الطريق والضباب لسه مخلصش. وبيشوفوا وحش عملاق جدا اطول من العمارات بيعدي من فوق، واليأس هنا بيتمكن منهم تماما. بيبصوا لبعض وبياخدوا قرار انهم يستسلموا ويموتوا بكرامتهم احسن بدل ما الوحوش تاكلهم وهم احياء. ديفيد معاه مسدس فيه 4 رصاصات بس، وهم 5 أشخاص منهم ابنه بيلي. وهنا صاحبنا بياخد أصعب قرار في حياته، وبيضرب النار على ال4 اللي معاه بما فيهم ابنه عشان يريحهم من العذاب، وبيقعد يصرخ ويستنى الوحوش تاكله هو كمان. وفجأة الضباب بيبدأ يتمسح وبيسمع صوت دبابات، وبيكتشف ان الجيش وصل وبدأ يطهر المكان بالقنابل النارية. الصدمة الأكبر بقى انه بيشوف الست اللي طلعت في أول الفيلم راكبة عربية الجيش ومعاها ولادها وسليمة. ديفيد بيقعد على ركبته وبيصرخ صرخة بتموت من الوجع لأنه قتل ابنه والناس اللي معاه قبل الإنقاذ بدقيقتين بس. ما شفتش حظ نحس أكتر من كده. وبس يا صديقي، بيخلص الفيلم على المشهد المأساوي ده. شكلك لسه ما اشتركتش في القناة، ما تنساش بقى تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل ملخص، وما تنساش تقول لي رأيك في الملخص ايه. ويلا سلام يا صديقي.